سقارة منطقة أثرية رهيبة ومخزن أثري ضخم مليان بالأسرار والمعجزات. هنتكلم عن أحد المعجزات الهندسية في سقارة وأحد أغرب الأماكن في مصر، وهي معجزة السرابيوم. احنا في منطقة سقارة، بالظبط في المنطقة اللي وسط سقارة. ورايا الهرم المدرج، وأمامي أهرام أبو قير، وعلى شمالي يوجد السرابيوم اللي هنشوفه دلوقتي، ونشوف الإعجاز في عمل مثل هذا النفق ووضع فيه توابيت بأحجام ضخمة جدا لدفن العجل أبيس، أو اللي كان بيؤله في وقت اللي اتعمل فيه السرابيوم. أهلا بكم في منطقة سقارة. في البداية تعالوا نعرف يعني إيه كلمة سرابيوم. السرابيوم ده اسم بيطلق على كل معبد أو هيكل ديني مخصص لعبادة المعبود سيرابيس، اللي هو معبود يوناني، وفي مصر يساوي المعبود أبيس أو العجل أبيس. ودي كانت عبارة عن اندماج عبادتين مقدسة في مصر أيام الاحتلال اليوناني لمصر. أبيس أصبح سيرابيس. ثانيا، أصل السرابيوم بقى بيرجع للأسرة المصرية ال18 كمكان أيام مصر القديمة في العصر الحديث، يعني من 3500 سنة من دلوقتي. احنا دلوقتي داخلين على أحد معجزات البناء والحفر في مصر القديمة، اللي هو السرابيوم. شيء لا يصدقه عقل. ده السرابيوم من الداخل، نفق عظيم مليان مقابر. وأول من نحت ووضع تابوت هناك كان الملك أمنحتب الثالث، وأول امتداد للأنفاق بترجع لعهد الملك رمسيس الثاني، وبيمتد العمل في الأنفاق دي حتى نهاية العصر المصري القديم المتأخر، وحتى العصر البيزنطي اللي هو قبل دخول الإسلام بفترة قليلة. ثالثا، السرابيوم عبارة عن مجموعة أنفاق وممرات وسراديب ومغارات محفورة تحت أعماق صخور هضبة سقارة بطول 400 متر، والممرات دي بيها غرف جانبية، والغرف دي فيها توابيت، أو زي ما بيقول البعض مع إنكاري أنا وعدم موافقتي، صناديق ضخمة. ليه بقى السرابيوم بيعتبر معجزة؟ هنقول الكلام ده لأن هناك سببين. إيه هم بقى؟ السبب الأول إنك تحفر مجموعة أنفاق تحت الصخور الصلبة من 3500 سنة وبطول حوالي 400 متر، فده في حد ذاته إعجاز في الوقت دوت اللي هو من 3500 سنة. يعني إزاي قام المصري القديم واستخدم آلات لحفر مثل هذه الأنفاق في الوقت دوت، وقت ما كانش فيه أي معدات أو أي تكنولوجيا اللي يقدر يحفر فيها الأنفاق ديت إلا بمكانات حفر مخصصة. السبب الثاني لأنه معجزة إن الغرف الجانبية للسرابيوم ده فيها مجموعة توابيت. يعني أنت لما تخش النفق هتلاقي في ممر ويمين وشمال غرف فيها مجموعة توابيت ضخمة حجرية عددها 26 تابوت. وزن التابوت حوالي 100 طن في المتوسط، يعني الغطا لوحده 30 طن والتابوت نفسه 70 طن، يبقى 100 طن. عارف يعني ايه 100 طن؟ يعني لما يكون الفيل وزنه 7 طن يبقى التابوت ده يساوي مش فيل ولا 2 ولا 3، لا 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 لا، ولا حتى 10. التابوت الواحد يا جماعة بيساوي 13 فيل، وزنه يساوي وزن 13 فيل. انك تحرك الوزن ده فده هيحتاج حوالي 500 عامل او نفر يقدروا يحركوا التابوت، وحتى لو جمعتهم في النفق ده مش هيساعي العدد دوت او انهم يقدروا يتحركوا بحرية في المكان. العجيب برضو ان التوابيت الضخمة دي مصنوعة من قطعة صخرية واحدة من صخور شديدة الصلابة بتتراوح ما بين الجرانيت الأحمر، الجرانيت الأسود، البازلت، الشيست، الكوارتز،
ودي صخور لا يمكن التعامل معاها إلا عن طريق قواطع زي قواطع الألماس وتكنولوجيا حديثة، ولا يمكن لأي أحد أن ينحتها بالأدوات البدائية اللي كانت في العهد دوت، واللي كانت تستخدم في عصر الأسرات، وكانوا بيستخدموا على التوالي من القدم للأحدث الحجارة، النحاس، البرونز، ثم الحديد. كل ده ما نقدرش ان احنا نستخدمه في قطع الصخور وتلميعها وصقلها وتنعيمها ونحتها بالرسومات اللي انتوا هتشوفوها بالشكل الجميل اللي موجود دوت. مش بس كده، بالاضافه الى ان الزوايا بتاعت التوابيت 90 درجه بالملي يا جماعه. ده كل ده معجزات. السؤال هنا، ليه التوابيت دي اتعملت والمين؟ الجواب، المفروض ان هي معموله للمعبود سيرابيس اللي هو العجل ابيس اللي كان بيقدس في مصر القديمه ثم بعد كده في اليونان الروماني. طيب وليه التوابيت دي بقى كلها فاضيه ومفتوحه وقت اكتشافها؟ قال لك لانهم دفنوه في اماكن مختلفه، يعني هم عملوا الممرات دي والتوابيت دي لكن تم دفنهم في اماكن مختلفه تبع كل عصر وتبع كل ملك على حده، ما عدا تابوت واحد بس كان مقفول. ولما حاولت البعثة الأثرية وقتها ان هي تحرك غطا التابوت بعشرات العمال ما قدروش، وللأسف استخدموا الديناميت لفتح التابوت وما لقوش حاجة جوه التابوت، وما عثرش على أي تابوت في داخله أي مومياء أو أي جثة لجسد العجل أبيس، زي ما قال قبل كده أوجست ماريوت باشا أو أوجست ماريوت باشا مكتشف السرابيوم. でも上はつら結構يبدو ان ده حاولوا ان هم يدخلوه جوه بس ما قدروش وسابوه مكانه زي ما هو كده، وهو باقي على وضعه، هو مفتوح من فوق بس هنا مش معمول له التلميع اللي المفروض تحصل للتابوت زي بقيه التوابيت، زائد ان حروفه مش جايه بدرجه 90 درجه، بالعكس ده هي معوجه بطريقه معينه. فده احد التوابيت اللي تركت في مكانه زي ما هو كده. السرابيوم يا جماعه اللي دلوقتي في سؤال محير جدا ومحير العالم كله حتى الان، ومحدش مصدق طبعا ان ده عمل بشري، وخاصه المصري القديم هو اللي نحت وهو اللي حط الحاجات دي. فبيقولوا يا ترى مين اللي صنعها وازاي وليه الضخامه دي؟ طبعا هنسمع ان في ناس بتقول ده شغل جن او عفاريت، وفي ناس تاني بتقول لك لا ده دول الفضائيين هم اللي وعملوا الاعجاز العلمي ده اللي ما يقدرش اي انسان ان هو يقدر يعمله. في النهايه ازاي نقلوا التوابيت ده لنفق السرابيوم الضيق؟ بالطبع دي برضو من الأسرار اللي حيرت العلماء ومحدش وجد لها أي دليل قاطع حتى الآن. إنها أحد المعجزات التي تشهد على حضارة عظيمة مليئة بالأسرار، وهي حضارة مصر القديمة. زوروا السرابيوم وروحوا شوفوه في منطقة سقارة. شكرا.